الشيق والدكتور علي القحطاني هو مستشار دولي في برامج الوقاية من التعاطي وعلاج الإدمان. راح نتكلم بإذن الله اليوم على عدة محاور. في البداية الإدمان طبعا نعرف أنها مرحلة متأخرة. فعلا. نبغى أول شيء وش هو تعريف الإدمان وكيف أسباب الوقوع أصلا في المخدرات، يعني قبل مرحلة الإدمان. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكركم للاستضافة. رقم اثنين، تعريف الإدمان باختصار شديد بدون ما ندخل في متاهات المنظمات والأشياء دي، هو اعتماد الشخص على مخدر معين أو سلوك معين ولا يستطيع الفكاك منه إلا بمساعدة علاجية. طبعا نجي لمرحلة الأسباب الإدمان. طبعا في ثلاث أشياء عندنا نركز عليها تماما، اللي هي الشخص، البيئة، توفر المخدر. هذه ثلاث مناطق رئيسية. توفر المخدر طبعا. فلما ندخل في الشخص اللي هي تبدأ نتكلم عن الشخصية نفسها، استعدادها الشخصي، التماسك الداخلي، الظروف حقت اللي بتحدث داخل الحياة، وبالتالي هذه لها أسباب كثيرة. البيئة هل هي بيئة مساعدة أو بيئة معيقة أو بيئة تحدث فيها انتهاكات؟ ونقصد في البيئة طبعا منطلق الأسرة، البيئة التعليمية، البيئة الحي، زي كذا. عفوا، النظام يدخل في البيئة؟ نظام ايش؟ انه في نظام صارم، ما في نظام، في فوضى. في البيت يقصد. في البيت لما ندخل نتطرق في البيت ممكن نتكلم نتوسع فيها اكثر. النقطة الثالثة توفر المخدر. تعرف في بعض الدول او بعض المناطق يعني على الحدودية، التهريب، او في بعض المناطق يعني زي يسموها عشوائيات، او تلاقي توفر المخدر فيها باستمرار، يعني الشخص او المراهق او الطفل بيشوفها في الشارع باستمرار. هذه من العوامل اللي تساعد انه للتعاطي. طبعا هذه كاسباب عامه او اسباب رئيسيه، وندخل في التفصيل في كل سبب. سبحان الله، عاد موضوع التوفر، ابن القيم كان يقول انه عدم القدره عصمه، يعني كونك ما تقدر على الحرام ترى هذه عصمه من الله لك. فكون المخدر او الاشياء الغلط مين موجوده حولك ترى هذه عصمه من الله لك. فعلا. في بعض الناس ابتلي، ترى هذا بلاء، انه الغلط قدامه وقريب ويقدم في المجالس احيانا ويمر ويسمع ناس تعيش في هذا. فانت لما تكون في مجتمع النظام فيه يمنع ويجرم، وفي مجتمع ما في الحرام متوفر، ترى هذه عصمه من الله عز وجل لك. فعلا تعتبر البلد عندنا من العوامل المساعده القويه جدا في عدم تعاطي الشباب او عدم توفر المخدر. يعني احنا في بلدان ثانيه نشوف المتعافين يواجهوا مشكله انه مو عارف كيف يتعامل مع المشكله، لانه مجرد ما يطلع من المركز العلاجي وينزل الواقع يجد كل حاجه موجوده، فبالتالي اشد واصعب في التوقف. ما في بيئه مساعده لها على الخروج. ما في بيئه مساعده. هل ممكن يا دكتور نقول دائما نسمع الكلام هذا انه الدخان هو بدايه الدخول إلى البوابة الكبيرة للمخدرات؟ هل هذا الكلام صحيح من واقع تجربتكم؟ والله شوف، في عدة بوابات ممكن توصل إلى نفق واحد، منها الدخان، منها الصحبة، الوازع الديني، وانت يمكن عارفين هذا من 30 سنة واحنا نسمع النمطية هذه. ولكن المشكلة مو هنا، المشكلة نمسك جزء معين من الموضوع. خلينا نتكلم عن ضعف الوازع الديني. يعني المراهق واحدة من أسباب تعاطيه ضعف الوازع الديني. أوكي، وصلنا للنقطة دي. طيب السؤال، المراهق هذا كان في البيت من عمره يوم إلى أن وصل عمره فرضا 15 سنة. الوازع الديني هل هو فجأة ظهر على السطح؟ لا طبعا، في تربية كاملة، تربية دينية روحانية للطفل هذا لين يوصل للمرحلة هذه. فإذا احنا فشلنا في توفير التربية الصحيحة ونقع باللائم على أصدقاء السوء. هم على فكرة من أصدقاء السوء كل عائلة ترمي انه اصدقاء سوء على اخرى، وهم كلهم مشتركين، هم كلهم بيئة واحدة، يعني هم عيالي وعيالك واخواني واخوانك بيئة واحدة. بالاضافة ايش مثال اصدقاء السوء؟ طيب اصدقاء السوء خلينا نبحث ليش ابني او ابنك او بنتي او بنتك يلجأوا الى اصدقاء السوء. هنا السؤال، عدم توفر اشياء كثيرة داخل وش البديل؟ هي اللي تدعو الى وش البديل؟ اذا ما رحت لاصدقاء السوء المفروض اروح مين؟ اروح لاهلي يعني؟ قبل انه يروح او ما يروح،
إذا أنا ربيته بطريقة صحيحة كزوج وزوجة في بيت متناغم، في بيت مستقر، كده إحنا أنشأنا ابن يعني زي ما تقول وفرنا له الاحتياجات الملائمة له اللي ما تخليه يروح يدور يبحث صديق أو صديقة أو أي مكان. دكتور، أساليب الآن البحث عن المخدرات هل هي تختلف عن السابق بحكم الآن أصبحنا منفتحين على العالم أجمع؟ البحث يعني كحصول على المادة أو الاستطلاع؟ لا، الاستطلاع، ومثلا وأنه يشوف تجارب آخرين يعني يوصلوا لها النشوة هذه. ما هي المشكلة الآن أنه استخدام السيء للميديا أو السوشيال ميديا هو اللي الحين صار يساهم في الموضوع هذا. يعني واحدة من الأمثلة أنه ممكن تكتب حشيش يطلع لك في مواقع معينة، تطلع لك كيف الشخص اللي حشش. المشكلة ما يطلع لك الأضرار، يطلع لك الشخص اللي مستمتع في التعاطي، يطلع لك إياه في أجمل صورة. لو تابعت الإعلام حتى لو الأفلام بدون ذكر أسماء الدول، الجلسة اللي يطلعها المخرج قوية جدا بحيث انه تقصد انها ترسل رسالة انه تعاطى عشان تحصل على المتعة. الجلسة هذه جلسة روقان وضحك وفلة. ايوه فيها نشوة. يعني يوصل مسج غير مباشرة انه بامكانك انك تستمتع، وهذه هي الطريقة. ما يوريك الجانب المظلم او السيء للتعاطي. وهذا هذا الشيء اللي نبغى نعرفه منك دكتور بعد ما ادري عن في المحاور في حاتم. انا اقول دكتور نبغى الحين ندخل في وسط البيت ونبغى نعرف وش هي العلامات او الامور اللي ممكن من خلالها الابوين يعرفون ان ابنهم او بنتهم يعني تتعاطى. هل هي في سمات معينة على المتعاطي؟ هو فعلا بس يدخل علينا الان يا مرحبا متعاطي. لا يدخل علينا متعاطي والدخول. حياك الله الاستاذ محمد العوهري، الدكتور علي قحطاني. نعم. نرجع للسؤال يا دكتور. السؤال كيف اكتشف انه لدي شخص يتعاطى في المنزل؟ طبعا دكتور خذ بالاعتبار اختلاف اصناف التعاطي. فعلا. طبعا يعني نجيبها من الاخر. طبعا هي لها مقدمات بس نجيب يعني في الشكل. في عندنا مسارين يعني نركز عليها تماما. اول شيء في المظهر الجسدي، ورقم 2 في شخصية الابن. المظهر الجسدي واضح جدا لما يكون الشخص نحف، تغير شكله، صار اسمر زيادة، اكل ما ياكل، حتى في اشياء معينه في الجسم يعني او طبعا في اثار بعض المواد يعني زي تعاطي الابر، مع ان الابر هذه خلاص اذا هذه وصل المرحله دي هو عدى مشوار اللي يوصل الابر خلاص يعني. ايوه عرفت كيف؟ بس انا اقول يبان عنده في عمليه ايش؟ صحه الشخص، شكل الشخص، ريحه الشخص، هذه كل الاشياء معروفه بسيطه. يعني انت بتلاحظ لو ابن تتابع ابنك وهو طبيعي بتشوفه تجد انه في تغير في شكله. بالاضافه انه هذا الشيء اللي هذا يسموه الالارم او علامات الانذار، انه تغير في السلوك. بمعنى كان ينام في الليل الساعه 9 صار ينام الساعه 1، كان يمشي مع شله معينه صار يغير شله معينه، كان يسمع اشياء معينه تغيرت لاشياء معينه، متابعته لبرامج يعني تجد السلوك صار يكذب، صار يتكلم في التليفون، حتى تلاقيه لما يجي يتكلم في التليفون في مصطلحات غريبه تستخدم الاهل ما يعرفوها. فهمت علي؟ صار يجلس عزله، في سلوكيات تشوف تحس انه الشخص هذا بدا يدخل في عزله او في جانب مظلم في حياته يحاول يغطي عليه. فهي واضحه اذا كانت في مراقبه ومتابعه من الاباء والامهات. يمكن يا دكتور موضوع السمنه والنحف هذا موضوع يعني واضح للجميع. في اسر كثير يمكن او بعض الاسر عفوا ما عندها المتابعه لموضوع الاكل، موضوع وقت النوم، موضوع كذا، خلاص اصبح البيت كل واحد ينام في بيته وغرفته والله اعلم، او يكلم مين الله اعلم. لكن موضوع السمنه والنحاف يعني هل لها تاثير لما يكون سمين ينحف مباشره بدون رياضه بدون كذا يبدا ينحف، يبدا يسمن بعد فتره لما يترك؟ بعض المواد تأثر، لأنه ما أثناء ما يتعاطى يركز على التعاطي يقل إقباله على الأكل، فبالتالي ايش يصير؟ ينحف. يعني اللي يتعاطى مادة الكابتيجون تلاقي هنا وجهه متغير جدا، يعني عيونه كمان، التعرق الزايد في الوجه، التعرق الزايد، الرعشة. تحس طبعا كل مادة لها مظاهر. عرفت كيف؟ احنا كيف نوصلها؟ هو يقول لك فرضا اتساع حدقة العين. طب في واحدة عمرها 60 سنة
مي عارف ايش معنات حدقة العين. فخليك انت انسان بسيط، وصل للمعلومة. يعني اذا انا عندي واحد يتعاطى حشيش، معروف قل لها هو ياكل حالي ولا مالح. اللي يتعاطى حشيش ما ياكل حاجة مالحة. يعني كذا شيء بسيط جدا. اي بسيط في البيت. ما ياكل مالح. ليش؟ ما ياكل لانه هذه لها يعني بمصطلحهم انه يفك الحشيش، يعني يقطع نشوة الحشيش. اي بس اللي يزيد من قدرة التعاطي او المتعة تلاقي اكله كله في حالي. سكريمات، حلويات، شوكولاتات زي كذا، الشرب حقه هذا رقم واحد. تلاقيه هادي جدا، تلاقي عيونه حمراء، تلاقي ما يمشي مع شله معينه محدوده. هذا نوع من انواع نوع الحشيش اللي يخلي الانسان يخمل. هذا من المهدئات. في انواع اخرى، في اشياء اخرى زي الشراب اساسا يعني، او الكحول واضح الريحه حقته، حتى الشله حقته حفله يعني بمعنى انه يبان بسرعه، ما مو سهل يعني. سلوكيات هذه سلوكيات واضحه جدا. طيب. في عندك زي الكبتيجون، هذه واحده من مشاكل الكبتيجون. يسهر 3 ساعات، عفوا 3 أيام، بعض الأحيان يومين، سهر متواصل. تلاقيه نايم فترة طويلة، وينام يوم ونص. تبدأ هنا المنطقة عنده تتأثر، عيونه تتأثر، يدخل بشراهة، يشرب شاي بسكر زياد. هذه الأشياء اللي يفترض أنه أي أم بسيطة أو إنسانة بسيطة تقدر تفهم أنه طيب الآن لا سمح الله يا دكتور، وقعت المشكلة في بيتنا مدمن. أيوة، كيف يتعامل الأبوين مع ابنهم المدمن او المتعاطي؟ يعتمد على وعي الاسره، هذا رقم واحد. لانه انا قابلت كثير من الاسر، بمعنى انه توصلني رساله انا ما يهمني يروح الولد بس سمعتي ما تروح. ايش معنى سمعتي؟ قصدك اني ما ودي اروح اعالجه عشان ما يعني بطريقه او باخرى انا حفاظا على اسم العائله انا ممكن اسوي اي حاجه، بس ما راح يتعالج. عرفت كيف؟ هذه بعضهم يقول اوفر له انا احسن ما يروح بعيد. مو هذه واحده من الاساليب الخاطئه اللي تستخدم. فانا اللي اقصد اول شيء يعتمد على وعي الاسره، لانه الاسره اذا كانت واعيه اساسا ما حيحدث عندها مشكله زي كذا. بس على افتراض انه الله وكتب وصار عندي حاله زي كذا، طبعا الخطوات الرئيسيه في ناس يعتبروها فضيحه، مشكله، تبدا الكره يعني تتنقل ما بين الام والاب. انت المشكله، هو المشكله، انت تسافر على طول، طب انا ايش اسوي زي كذا الكلام هذا. ولكن لو اباء واعيين، عرفت كيف؟ اوكي عندنا واحد يتعاطى من الابناء، نجي نتكلم معاه، نجلس معاه جلسه. يعني انا لاحظت حتى بعض الاسر يخاف انه يكلم ولد. صح. يعني يخاف ردة الفعل تكون اكبر، ردة الفعل يروح ومش عارف ايه. وانا اكتشف انه بعض الاسر انه الابناء هم اللي يقودوا الاباء، والاباء يبغى لهم اعاده تربيه. يعني انا اذكر واحد كان عنده حاله من البحرين، والله طلعنا بحرين، القاهره، شفنا مراكز، طلعنا بيروت، طلعنا تركيا، طلعنا المانيا. يعني الاب ماشي خلف الابن، ما عجبني، لا عجبني، اقول له خذ قرار حاسم، يقول لي لا انا ما اقدر اخذ قرار، هو اللي ياخذ قرار، وفي الاخير حيرجع للنقطه دي. فاللي اقصد انا ببساطه التعامل، الجا للمختصين. طبعا اللجنه الوطنيه ما قصرت، موفره رقم 1955 للاستشارات كيف تتعامل، او في عيادات مختصه تتعامل مع هذا المشاكل. وتصور حتى العقوبه مخففه اذا كانت البلاغ من طرف الوالدين. لا البلاغ هذا البلاغ ايش؟ في بعض المتعاطين يرفض اساسا. تعرف انت متعاطي او اللي وصل المرحله هذه. دكتور على مساله غير المتعاطي، لما يكون الانسان مثلا مروج او كذا، لما يكون التبليغ عن طريق احد الوالدين او الاخوه من البيت، هذا احنا نبغى ناخذه وهو تو لا زال بشكل عام ووفق نظام المخدرات. لما يكون المبلغ احد افراد الاسره يكون هذا مخفف من مخافات العقوبه. لا هو في نقطه ايش؟ هذا من باب تشجيع ايضا لا قدر الله لو صار في احد البيوت. بالعكس لو انت اللي بلغت ترى العقوبه مخففه على ابنك. ايه بس مو مروج عشان يكون شخص يتعاطى ويرفض انه يتقدم للعلاج او انه يتعاون مع الاسره في العلاج، بامكان الشخص يتصل باللجنه الوطنيه وفي لهم رقم مخصص ويطلب مساعده وليهم اجراء معين في النقطه دي. دكتور عفوا، الحشيش او كذا هل لها تاثير على الاظافر؟ انه الالوانها تختلف؟ ممكن. هي الالوان ليه؟ لانه ماده الحشيش
هو بيحط الدخان مع المادة لما يخلطها مع بعض لازم يخلطها بيده. على فكرة حتى اللي حشش ما يحط عطر على فكرة، ليه؟ لو حط العطر وخلطه والتركيبة تأثر، ما يحط عطر على جسمه يعني. على جسمه، حتى يده لازم تكون نظيفة يعني مغسولة بالموية كذا على اساس. بس انت قصدك تأثر لا بافر لأنه المادة لأنه يخلط مادة التبغ السجاير نفسها يفكها ويحط عليها مادة الحشيش ويبدأ يخلطها، فتلاقي هنا أظافره لونها بني. أحيانا مفتاح السيارة تلاقي فيه حرق الحشيش. اي نعم. ايوه مثل هذه الاشياء. مثل هذه الاشياء هي اللي تقال للاسر، لانه هذه الاشياء اللي امامهم واضحه. يعني عفوا القى حرق في مفاتيحه مثلا، ممكن مفاتيح، ممكن مشبك، ممكن قصدير يحطها في قصدير يحرقها. عرفت كيف؟ حتى اعقاب السجاير في الطفايه تكون مختلفه تماما لما الواحد يتعاطى حشيش، ريحه البيت طبعا. ففي اشياء كثيره. بعض الناس مثلا ما يتروش فتره طويله عشان اللي يتعاطوا ابيض حقين. انا ما ابغى اتكلم عن اشياء يعني توضح. لا بشكل عام يا دكتور. لا بشكل عام في بعض انواع المخدرات ما يهتم لا بنظافته ولا بصحته ولا بالاشياء هذه كلها، لا هندامه بشكل كامل يعني. طب الان في احد المقولات اللي مثلا يتمسك بها المدمنين يقول والله يا اخي ان المخدرات لها فائده، هذه والله تنقي الدم، هذه مدري وش، وهذه تغسل الكلى مدري ايش. كيف نعري هذه المقولة؟ ما في اي فائدة في المخدرات، خلينا نكون متفقين على هذا الشيء. هو خليني اقول لك في نظرية واحدة من نظريات العلاج اللي هي لها اسم معين بس بالعربي التداوي الذاتي. بمعنى في شخص يعاني من خجل اجتماعي ما يقدر يتكلم قدام الناس او زي كذا، في انواع من المخدرات او من انواع التعاطي اللي هو الكحول. طبعا الكحول لما يجي يتعاطى الشخص، مع اني ما بوصل المعلومه هذه بشكل مباشر، يعطيه جرعه اكثر فتلاقيه يتكلم بحكم انه عقله غاض فيكون اكثر جرعه. فهو ايش يتوقع؟ والله انا وجدت الحل حق المشكله حقتي هذه في ماده الكحول هذه، وبما انه هذا خاطئ هو يبحث عن حل مشكله ولا جاب مشكله اكبر. عرفت كيف؟ ففي ناس يقول لك والله تنسيني الهموم، في هذه كلها مفاهيم خاطئه، وهذا من اهم الاشياء اللي يفترض نتحدث عنها في عمليه الوقايه. في مفاهيم خاطئه كثيره تساعد الاشخاص للدخول وبعدين يكتشفوا بعد فتره انه هذه مشكله. طيب دكتور، هل الفترة الأخيرة يعني هل في مثلا إحصائيات أنه زادت أعداد الشباب المتعاطين المخدرات؟ وأيضا نسمع أنه الآن الفتيات أصبح فيه عدد كبير من الفتيات يتعاطى المخدرات. موضوع الفتيات مهم دكتور. والله شوف كإحصائيات رسمية تقدر ترجع للجهات المسؤولة، ولكن يعني أنا بحكم عملي في مجال الوقاية لما عندي مؤشرين أتابعهم دائما. رقم واحد نزول سن التعاطي وتعدد شرائح المتعاطين. اذا ايش معنى تعدد شرائح؟ نزول سن التعاطي يعني معروف. احنا ايام زمان كان اللي يتعاطى عمره 20، الحين صار عمره 15، بعض الدول القريبه منا صار عمره 9 سنوات. الله. معناته اذا نزل سن التعاطي ما في شغل صحيح او حقيقي او جهود مبذوله في مجال الوقايه، هذا رقم واحد. رقم اثنين تعدد الشرائح، زمان احنا كنا نسمع يعني اشخاص الكبار، الحين نسمع الشباب، نسمع البنات دخلوا في الموضوع هذا. والان تعاطي يعني في حالات انا تردني انه في بنات يتعاطوا، هذا شيء طبيعي. طب الان عرفنا المشكله، نبغى الحين كيف الحل؟ ما هي الخطوات الصحيحه للعلاج من الادمان؟ العلاج من الادمان طبعا برضو ارجع واقول في معتقدات خاطئه، في ناس يتوقع انه حيروح يغير دم ويرجع، يعني اشياء يعني وهذا نقص في الجهود الوقائيه فعلا. كيف يغير دم؟ يعني يروح يسافر اغير دمي وارجع خلاص انا صرت نظيف ما بتعاطى. يعني عفوا دكتور قصدك يسافر يغير جو كذا؟ لا يغير دم. في واحدة من المعتقدات انه انا اغير دمي خلاص انا ما صرت مدمن، انا حليت المشكله. في بعض المعتقدات وهذه المعتقدات الخاطئه ويعتبر تقصير في الجهود الوقائيه، انه العلاج بس العلاج الدوائي، انه اخذ علاج وانتهى الموضوع ده. يعني العمليه العلاجيه لا طويله جدا. مرض الادمان اشبه بمرض السكر، انت لما تجي لا سمح الله يعني احد عنده مرض السكر يكتشف الشيء يروح يجلس مع الدكتور حيقول له ايش؟ مرحبا فيك بعالم السكر مرض خلاص معك على طول الحياة، ولكن عشان تقدر تعيش لازم تسيطر على المرض وليس تلغيه. في فرق ما بين انك تسيطر والغاء، هذا رقم واحد تسيطر عليه. في 3 اشياء تسويها، ايش هي؟ اتبع الحمية، مارس الرياضة،
خذ العلاج او خذ العلاج كذا، انت تمشي مع السكر تمام. تلخبط في الامور هذه حيجيك هبوط او صعود. نفس الشيء في الادمان، ما حينتهي، خلاص اصبحت مدمن. الله يعين. الحين ممكن انت تصير مدمن متعافي وتنطلق حياتك وتنجح وكل حاجه، بس لازم انك تدخل البرامج العلاجيه. نبغى بس 1 2 3 4 البرامج العلاجيه يعني هي 3 مراحل تقريبا. رقم 1 انه في مرحلتين تتم داخل المراكز العلاجيه ومرحله خارج المركز العلاجي. اول ما يدخل المركز العلاجي مرحله سحب السموم او يسموها الاعراض الانسحابيه، بمعنى الشخص يتعاطى طول فتره طويله ماده معينه فالجسم يحتاجها لما يتوقف. عرفت كيف؟ فبالتالي ايش يسوي؟ احنا نعطيه علاجات معينه تساعده انه يعدي المرحله دي، وهذه ما بين 5 إلى 10 ايام. المرحله الثانيه وهي الاهم جدا واللي العالم تغفلها ويتوقع انه ما فيها نتائج، اللي هي مرحله برنامج اعاده التاهيل. حيجيب على 3 اسئله في جميع البرامج العلاجيه. اذا ما يتوفر ال3 اجابات هذه اعتبر انه انت قاعد تمشي في برنامج غير جيد. السؤال الاول ليش انا اتعاطى؟ وحيفتحوا معاه المعالجين ملف الماضي حقه عشان يصلوا لنقطة المشكلة وبالتالي يضعوا له خطة علاجية. السؤال الثاني، طب أنا كيف أقدر أوقف؟ فيشرحوا له المعالجين كل مشكلة مرض الإدمان والمراوغة الإدمان والأشياء دي. السؤال الثالث، أنا لما أرجع للحياة كيف أبدأ من جديد؟ طبعا تعرف المديرين وصلوا مرحله اللي انسجن واللي مشاكل انفصل من العمل طلق زوجته والاشياء هذه كلها، فنضع معاه خطه علاجيه انه كيف يرجع. عرفت كيف؟ هذه المرحلتين تتم داخل المركز، تتفاوت على حسب الانظمه العلاجيه. في يسموه 28 دايز اللي هي 28 يوم، في 90 يوم، في 6 شهور زي كذا. بعض الناس يجي السنه كامله. طبعا ليش الفترات تختلف؟ مدى الاضرار اللي احدثها نتيجه التعاطي خلال الفتره هذه، ولو يكون فيها اضرار نفسيه او اضطرابات نفسيه نتيجه تعاطي الماده. المرحله الثالثه اللي تتم خارج المركز اللي هي البرنامج يسموه افتر كير او الرعايه اللاحقه، انه هو يصير يحضر برنامج زي عندنا هنا في السعوديه يسموه برنامج الدعم الذاتي، متوفر هنا، يقدر اي شخص يحضره يتابع برنامجه العلاجي وهذا مجانا. طيب دكتور، الحين بالنسبه للي بدا يعني في العلاج والى اخره وفق الحالات اللي انت شفتها، هل جزء كبير منهم ملتزم الى اخر مرحله؟ للاسف، وهذه نقص عندنا في ثقافه الاسره. يعني لما نمسك الاسره ونشرح لها هذه الخطه العلاجيه كامله، اوكي، هم بس يبغوا يعدوا مرحله الخطر وبعدين يعطوا صوره، يعكس الصوره. يعني واحده من العائلات كنت اسوي لها البرنامج العلاجي، انتهت اصروا علي اصرار بشكل كبير انه يطلع من المركز. طبعا هو يتكلموا مع بعض كلام مجلس مو كلام علاجي. طبعا انا ما اقدر ارفض تدخل اهله لانه هم في النهايه مسؤوليه عنه، فيقول لا انت، هو يحلف لهم ايمان انه انا صرت تمام. طبعا هو ما فاهم، هذا انكار المرض وهم مصدقينه ولا طلعوا. طيب لما يطلع لازم يتابع برنامج علاجي ويتابع. اول ما يوصل هنا ثاني يوم يسكر الجوال، انتهى الموضوع. بعد يعني الحاله هذه اللي كنا اتابعها، والله زوجته تتصل علي باستمرار، هو يسوي كذا، هو رجع انتكس، هو ده. انا اقول لها انتكاس اقوى، انتكاس اقوى، وانا حروح اتطلق واشيل عيالي ومش عارف ايه. ف يعني انت بتسوي اللي عليك، بتنور العائله، ولكن للاسف دكتور دور الوقايه بس اذا سمحت من صغر. يعني اليوم وين دور؟ للاسف احنا قاعد نقول ان الدراما احيانا تكون تسوق لبعض السلوكيات الخاطئه من مخدرات وغيره، ولو كان بطريقه غير مباشره. صحيح. واحيانا هي تحاول انها تنكرها لكن هي تسوق لها بطريقه وهي من حيث لا تعلم. وين دوركم في الاشياء اللي قريبه للناس؟ يعني انا ما طالع ايام اول كنا لا للمخدرات من الصغار وكنا نشوفها في كل مكان وكنا الان ما عاد اشوفها. يعني ابني الصغير يعني عمره 10 سنوات ما عمره جت له لا برنامج توعي ولا شيء احد يقول له اذا اخذت شيء من احد غريب، ولا اتكلم عن لا في المدرسه ولا في مسلسل ولا في فيلم كرتون ولا في اي شيء. وين دوركم من هذه، من الاشياء اللي الناس تتابعها بشكل مباشر؟ طيب خليني اقول لك، انا يعني ملاحظ انه خلال الفتره الاخيره قفزنا قفزه قويه جدا في مجال الاويرنس او الوقايه من المخدرات في مشروع نبراس، هذا متبنيته اللجنه الوطنيه، وما شاء الله يعني ماشيين برنامج قوي جدا حتى تبنته سابق ويعني شغال بدا يشتغل. عرفت هذا رقم واحد، فما ننكر انه في جهود. جميل. ولكن ايش المشكله الاساسيه؟ المشكله انها تبدا من البدايه. ما وصلنا احنا، لانه احنا تو احنا نصحى الفتره الاخيره. لا للمخدرات والجمجمه والعظمتين وذي. نعم. يعني خليني اقول لك، وكلنا جالسين مع بعض، لا تتعاطى كذا، شيل الله
انا قاعد اوصل رساله نعم. انه تعاطى. العقل الباطن. اقول لك غمض عينك لا تفكر في صحيح. السياره الحمراء، صحيح. حتلاقي نفسك حتفكر في السياره العقل الحمراء. الباطن ما يعرف النفي. الاسلوب اللي يقال فيه، حتى بعض المحاضرات انا كنت استعجب يعرض الماده بشكل مباشر على على الطلاب. نعم. هم يعني احنا عارفين النوايا انها صحيه وجميله، بس الاسلوب غلط. عرفت نعم. كيف؟ انه انت توري العالم اشياء زي تعود كذا عليها. احيانا. الكلام يعني حتى انا لما ادرب الاشخاص اقول له لما تتكلم في فرضا مع المراهقين في اشياء لا تتكلم عنها، مو تطلع لهم طريقة التعاطي والمتعة والأشياء أو يعني حتى نعم. يجي يقول له ملعقة ومش عارف كيف يستخدم المادة، هذا غلط. أنت قاعد توصل له رسالة كيف تتعاطى المادة هذه. فنرجع نقول أستاذ الفاضل، فعلا إذا نبغى نشتغل الوقاية بشكل صحيح، عرفت كيف؟ في البداية عادة احنا نسميها تري اوف ادكشن أو شجرة الإدمان، في تربة وفي جذور وفي ساق اللي هو الشجرة. عندما تحدث انتهاكات داخل الأسرة، يعني إحنا كأسرة نكون بيئة منتهكة للطفل، سواء انتهاك جسدي أو جنسي أو عاطفي أو روحي، عرفت كيف؟ وتعامل الطفل مع الانتهاكات هذه. تخيل عندك طفل تجي أنت كأبوه تضربه كف، إيش يسوي؟ حيحمر وجهه طالع فيك، بس ما حيعطيك ردة فعل. تتولد لديه مشاعر سواء من الخوف، الخزي، العار. هذه المشاعر مع استمرار وجوده في بيئة منتهكة، سواء انتهاك مباشر أو غير مباشر، طبعا في انتهاكات كثيرة، طلع يسموه سلوك قهري، سلوك يدفعه إلى عمل سلوكيات خطرة. من ضمن السلوكيات الخطرة التعاطي. ترى على فكرة احنا بس نركز على المخدرات، السلوكيات الخطرة أشمل جنس عنف المخدرات. ولو لاحظت اي واحد يتعاطى مخدرات يوم من الايام حيمارس جنس، حيمارس عنف، ونسمع القضايا هذه كلها. صحيح. لازم يوم من الايام نتقاطعوا. فبالتالي احنا قاعدين ندفع ملايين عشان نسوي وقايه عشان المخدرات. يا اخي ادفع الملايين هذه سوي بشكل كامل، وانتم تلاحظوا ايش المشاكل اللي تحدث نتيجه الجنس احيانا يوصل للمخدرات في هذه الطرق. لما احنا نوفر بيئات جيده داخل الاسره، هذا رقم واحد. نوصل للابن في الاولى ابتدائي، خطاب للأولى ابتدائي غير المتوسط، صحيح. غير الثانوي، غير الجامعة، غير اللي برا. هل لدينا متخصصين يوصلوا ويتكلموا بالطريقة دي؟ هل احنا في يعني انت زي يسموها لايف سكيلز، هذه بروجرام هذه تبدا من كي جي 1 وانت طالع، مهارات الحياه. ايه مهارات الحياه هذه تدرس برا، صحيح، وتمارس مع الاطفال. ولو لاحظتوا اكثر الناس اللي تعاطوا عندنا خاصه في المجتمع عندنا، سواء الخجل الاجتماعي او ضغوط الاسره او ذي، او مو عارف كيف يتعامل، او ليس لديه بالاحرى تماسك داخلي يخليه يقرر انه لو صار له اي مشكله يتجه هنا او يتجه هنا. يعني اساس المشكله جانب تربوي، بناء داخلي من الاسره. هذا جزء، ما احنا قلنا في 3 عوامل، الشخص والبيئه وتوفر المخدر. فخلينا شغالين على الشخص بما انه متاح امامنا سواء في المدرسه او المنزل، فلازم نقوم احنا بواجبنا تجاه الاشياء دي. يعني بالنسبه للشخص، واحده من البرامج حتى طبقت عالميا، يعني ما نبدا من الصفر، مطبق عالميا اساسا. البرامج هذه من اول ما يدخل المدرسه وهي تمشي مع البرامج هذه. طيب يا دكتور، الان الاختبارات على الابواب، ودائما يتم الربط ما بين الاختبارات ويكون فيه نشر اصلا الى بعض المخدرات اللي كنا نايمين عنها ولا ما كنا ندري عنها، فجأة تظهر في فترة الاختبارات. هذه واحدة من الاشياء. انا اشكر الاخوان دائما اللي يتكلموا اثناء فترة الاختبارات عن مشكلة معينة، عرفت كيف؟ انا لي وجهة نظر مخالفة تماما، اللي هي ايش؟ لما تيجي اختبارات، ايش الخطاب اللي طالع في الوقاية؟ كبتيجون. الناس لا تتعاطوا كبتيجون، لانه كبتيجون يعني زي ما تقول المفهوم المعتقد الخاطئ انه الكبتيجون يساعد على مذاكره والاشياء دي. فهم قاعدين بحسن نيه ايش يقولوا؟ يروجون. انتبهوا ترى الكبتيجون مو كويس، الكبتيجون مو كويس، ما ينفع، ترى كل الكلام اللي يقال. ايش يصير؟ الفتره الزمنيه اللي تقام فيها الخطاب عن الكبتيجون او الماده هذه تربط دائما قبل الاختبارات. صحيح. فبالتالي الرساله الغير مباشره صحيح. توصل ايش؟ نستخدم الكبتيجون وربط في المخدرات بشكل قوي جدا. يصير في رغبه، يعني يبدا الشخص يفكر. يعني انا واحده من الحلول، يا اخي لا تتكلم في وقت الاختبارات عن الكبتيجون، تكلم عنه بدايه السنه. ما عندنا مشكله، احنا ما نقول لا يتكلم عن الكبتيجون، امسك يعني زي ما تقول ايش، حط خطه. انت خلال السنه حتتكلم في بدايه السنه عن ماده معينه. في ناس ايش يسوي؟ يربط السفر بتعاطي.
نعم. وقت السفر بالتعاطي في اشياء كثيره ما نبغى احنا نعمم عليها. فبالنسبه يعني ربط ماده معينه بزمن معين او حدث معين، هذه واحده من المشاكل والاخطاء في جانب الوقائي. الان يعني تجد في تويتر شبه اعلانات يطلعون لك اصل الحبوب وانتبه منها وكذا وكذا، حتى في اشياء كذا ملفته للنظر كذا. فعلا حتى في يعني حتى عند البنات في المدارس لها مسميات مختلفه واشياء زي كذا. في دكتور مثلا اب مدمن او ام متعاطيه، وش الواجب على الطرف الثاني تجاه الاطفال؟ يعني زوجة متعاطية أو زوج خلينا نفرض أن الزوج متعاطي، وش واجبات الزوجة بالنسبة للأطفال؟ الأطفال ممكن يشوفون أبوهم في أي لحظة مثلا ما يحشش أو يستخدم أي نوع من أنواع فعلا. وش المطلوب من الزوجة أنها تفعل في هذا؟ الزوجة يعني زي ما لو احنا اكتشفنا أن عندنا مدمن تتعامل مع المشكلة بواقعية، عرفت كيف؟ طبعا بعض الزوجات هنا لاحظت خاصة في السعودية بعض الزوجات ما عندهم قدرة على مواجهة زوج. طيب يا أختي كلمي أبوك، كلمي أبوه، الطرف الجيد في الموضوع اللي يساعدك أنك تدخلي. لا أنا ما أقدر، أنا مش عارف إيه. ولكن المفروض إذا هي قادرة وعندهم نوع من التفاهم هي وزوجها، أنه تيجي تقول له ترى أنا أحبك وأقدرك وكل حاجة، ولكن أنت عندك مشكلة ولازم تتساعد، وهذه الحلول 1 2 3 4، أنه سواء يلجأ العيادة أو مركز مستشفى علاج إدمان. إذا ما هي قادرة تقوم بالدور ده ممكن تستعين بأحد أطراف الأسرة، سواء أبوه أبوها أخوهم، على حسب الشخص المناسب. بعض الأحيان نجيب شخص غير مناسب، صح. واحد عنده مشكلة مع زوجها وعارفة انه بيتضارب معاه، عارفة انه ما يقبل منه اي كلام، فبالتالي هذا تصرف خاطئ او طرف غير حكيم. يعني حتى او لو طرف غير حكيم بس حكيم ابوه عصبي ولا كذا بيزيد ممكن طيب. وهذه هذا رقم واحد. رقم اثنين تاثيره على الابناء واضح جدا، لانه الابناء لما يشوفوا المنظر قدامهم يتوقع انه هذا شيء مقبول. الابن الام والاب بالنسبه له اشبه بالملائكه، يعني اي حاجه مسلم فيه، فبالتالي تمرر السلوكيات هذه. يعني لما يشوف ابوه يشرب ويطيح، لما يشوف هذه تصير عنده اشياء عاديه، ناهيك عن ماذا جلسات هذه اللي تتم في البيت لازم ليها يجي الابن يشوف حاجات معينه. للاسف انه كثير. دور الاسره، يعني نبغى نركز على دور الاسره في العلاج، وفي ايضا في سهوله التعاطي او الادمان. دور الاسره في العلاج، الميزه الحلوه في الموضوع هذا كعلاج طبعا انه هم يسلموا الدفه للفريق المعالج ويكونوا متعاونين، انه ايش تركيبه الاسره داخل البيت. كمان احنا نواجه مشكله، فدور الاسره لازم يكونوا متحدين على هدف ان احنا نعالج ولدنا، عرفت كيف؟ ابننا والبنت بنتنا. ولكن ايش تكتشف بعدين؟ تكتشف انه الاسره لا في تصفيه حسابات. انا لاحظها كثير. كيف تكتشف؟ الاب والام او الاطراف داخل الاسره كل مين يصفي الحساب وشماعه صار مين؟ انا ماني غلطان، انا ماني غلطان، وهي تقول انا ماني غلطانه. طب انت سبتيه كذا، طب هو تربيتك، هو تربيه مش عارف مين، هو راجع فهمت علي؟ اخواله عمان وزي كذا، فهمت علي؟ فتبدا الكره في ملعب كل مين يرميها على الثاني، عرفت كيف؟ احنا نقول اتحدوا، خذوا موقف كامل، اسمعوا للفريق العلاجي، اتبعوا التعليمات، لانه ما حيكونوا ملمين بكل الاشياء دي. وفي بعض الاسر تتعاون وتنجح العمليه، وبعض الاسر لا والله يعني يحتاج الشغل اساسا. دكتور فكره تسلم الدفه للفريق المعالج، يعني بعض الاسر عنده يعني لازم انا اشارك في الطبخه، لازم انا اعرف خلوا الاولاد لا احد يعلمه، لا احد يتكلم، خلوه، ويبدا فكره الحوط، واني احوطه واحرسه وانتبه له واعاقبه ولا اطلعه واعامله كانه واحد ضرب جارهم فابدا اادبه. فعلا. هل هذا السلوك صحيح؟ ما عندنا مشكله في النقطه دي، وهي واحده من المشاكل هي نقص الوعي في التعامل مع الازمه دي او المشكله دي. انت تخيل في واحد انسان بسيط صارت له ولد واكتشف انه مدمن، ايش دق على واحد يعرف واحد زميل من العائله فرضا في اي جهه عسكريه، لو حتى عريف، قالوا ابو فلان عندي ده، قال لي وش المشكله؟ قال له كذا كذا، قال طلعه في استراحه وقفل عليه. عجيب. واحد يقول طلعه فوق في الحوش ولا سكر عليه ولا مش عارف، ولا وديه عند شيخ يقرا عليه. زين اذا وداه عند شيخ طبعا عرفت كيف؟ ولا ولدك مسحور، يا ما مشايخ كثير يجي يقروا مسحوره يعني،
هذا مدمن، هذا شيله وديه المحل الصحيح. فعبال ما توصل للاسره، لا هو انا قادر اسيطر، انا بسكر بقفل بسوي كنترول على الموضوع. كل الاشياء ذي استنزاف للوقت وللجهد، عرفت كيف؟ وفي الاخير حيجي يوم اللي ايش؟ يعني انا اذكر واحده من الزوجات زوجها يتعاطى، قالت لي بكيفه يتعاطى في الملحق، انا ما عندي مشكله، اهم شيء الامور الماليه ماشيه، عياله رايحين، ابو الزوج هذا هو اللي يصرف على العائله. فانا قلت خلينا نضغط على الزوج انه احنا نقف نمسك الوالد ونقول له وقف كل مصاريف، بيدفع مصاريف الابناء مدارس خاصه، شاري له بيت، سياره، سواق، شغاله. فقلت انا وقف، لاني انا اكلم الشخص يقول يا اخي حياتي طبيعيه، عيالي بيدرسوا مدارس وده، وبالتالي ايش مو حاسس بالضرر. إيه؟ فقلت لابوه وقف، قالت لي ليش يوقف؟ خلي يتعاطى في الملحق وما حياتي تستمر. طب دكتور باقي معنا دقيقه. تفضل. نبغى نصائح عامه وكلمه اخيره نختم فيها. وانا ابغى اسالك دكتور سؤال بسيط بس. طب مدتها اكثر. لا 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 لا, لا, لا في نفس المحتوى. إيه؟ كثير من التخصصات، المستشارين الاسريين ارقامهم مليانه، القانونيين ارقام، رواد الاعمال ارقامهم مليانه. ما شاء الله. المستشارين لقضايا الادمان، كيف اقدر انا كاسره لقيت مدمنه بتصل بدق على مين؟ في الجهات الرسميه. كم الرقم حقهم اللي هو 1955 1955 وفي بس ترى على فكره هذا 1955 تبع اللجنه، تبع اللجنه الوطنيه، في مركز استشارات هو تبع اللجنه الوطنيه، يقدمون استشارات للاسره، يقدموا استشارات للاسره كيف يقدروا يتعاملوا مع المشكله. وقت هذا السؤال ساخصم من الفاصل. طيب انا اكثر شيء اركز عليه كثير في الاسره وجود الحب قبل واثناء وبعد. اكثر ما ينفع المدمن او يخليه يطلع او يخليه يرجع للجاده الصواب هو انه في شخص يحبه، سواء في الاسره، في المدرسه، وحتى لو تلاحظوا المدرسه يمكن ما يسمع للبيت كله، تلاقيها تسمع لوحده من المدرسات. فالحب، وعندنا مشكله هنا انتم عارفين الجفاف اللي حاصل. فهمت علي؟ هذه واحده من طبعا التربيه، هذا شيء مهم جدا، الوعي الاسر، البرامج الوقائيه يفترض انها تكون مفعله بشكل كبير جدا. يعطيك العافيه دكتور.